مرحبا بكم من جديد معنا في نسمع الويب مجال الديجيتال ديال غاديو دوزام. فقره الويب مع سيمو غادي نتكلم لكم فيها على الجزء الرابع من السلسله اللي خصصناها اليوتيوب. حتى دابا عرفنا الجميع شنو هو يوتيوب، كيفاش خدام، قدرتوا تحدوا الاهداف ديالكم، وعرفتوا حتى الجمهور اللي باغيين تبنيو عليه القناه ديالكم. دابا وصلنا الوقت اللي خاصنا نختاروا فيه النيتش ديالنا، بمعنى المجال اللي غادي نتخصصوا فيه واللي غادي يكون هو المحور الاساسي ديال المواضيع اللي غادي يكونوا في القناه ديالنا، اي لي سوجي اللي غادي يميزوكم ولا يميزونا على القنوات الاخرى. في هذه الحلقه غادي نقربكم من علاش النيتش مهم، كيفاش تخليو القناه ديالكم مركزه على مجال معين، وكيفاش تعرفوا واش المجال اللي اختاريتو او النيتش اللي اختاريتو معليش منافسه كبيره. ربما تتسول انوار علاش النيتش او اختيار النيتش مهم. بكل بساطه لانه تعتبر بحال شي بوصله اللي تتوريك الطريق. بزاف ديال الناس خصوصا المبتدئين تيوقعوا في واحد الخطا ديال التشتت، باغيين يديروا كل شيء، يهضروا على كل شيء، الطبخ، السفر، التكنولوجيا، الفلوغات، الهضره اللي ما عندها حتى علاقه بهذاك الشيء اللي داز، والنتيجه محتوى ما عندوش هويه واضحه وتيخلي المتتبعين تالفين وسط بزاف ديال المواضيع، الشيء اللي غادي ياثر عليهم وحتى على الالغوريثم ديال اليوتيوب، لانه ما غاديش يقدر يوصل الموضوع ديالك للجمهور المناسب ولا الجمهور اللي تيكونسومي واحد النوعيه من المحتوى. باش توفق في اختيار نيتش خاصك تركز على 3 ديال الحوايج مهمين. اول حاجه هي الفوكس ولا التركيز، ثاني حاجه هي الريليفنت او الملائمه، وثالث حاجه هي الاوثوريتي. نبداو بالفوكس. الفوكس ولا التركيز مهم بزاف، لانه تيخليك تركز غير على نوعيه معينه من المواضيع، تعطي القناه ديالك واحد لانين اديتوريال اللي واضحه، وملي تيدخل اي واحد القناه ديالك تعرف اشنو غادي يلقى. بالنسبه للريليفنت بالعربيه الملائمه، ملي الفيديوهات ديالك تتكون على مواضيع ولا موضوع محدد وتتلائم مع واحد الجمهور معين، الخوارزميات او الالغوريثم ديال اليوتيوب تيقترح لهاد الناس اللي مهتمين بنفس المجال، وملي تيجي لعندك تلقى غير المواضيع اللي تتلائمهم. هو المحتوى ديالك خاصو يكون فيابل، بيرتينون وانفورماتيف. ملي تتكون اكسبير في واحد المجال معين تتولي عندك ولا تتولي انت مرجع عند المشاهدين. مع الوقت تتبني عندك الثقه وتدير سميتك، الشيء اللي غادي يسهل عليك وتسهل عليك النجاح ولا تنجح القناه ديالك وتحقق الارباح اللي بغيتي. ربما بزاف منكم تيتسائلوا كيفاش نختاروا هذا النيتش وماشي هذا النيتش، بمعنى نتخصصوا في هذه النوعيه ديال المواضيع وماشي المواضيع الاخرى. ابداو بحاجه اللي تتعجبكم ترتاحوا فيها. مثلا اللي كنتي تتبغي الالعاب، الرياضه، التكنولوجيا، التعليم او الطبخ. ناخذ مثلا الطبخ باش نقربكم اكثر. الطبخ ديما تنهضر عليه مع العلم ان انا ما تنعرفش نطيب، والطبخ عليه منافسه كبيره، ولكن في قلب الطبخ كاين مواضيع كثيره مايكرو نيتش، بمعنى يمكن لك تركز على تحضير وجبات صحيه الناس اللي خدامين وما عندهمش الوقت. اللي كنتي مهتم بالتعليم يمكن لك تركز على لي زابليكاسيون الخاصين بالطلبه ولا الناس اللي باغيين يتعلموا اللغه الانجليزيه. الفكره هي تلقى واحد ليسباس خاص بك، الشيء اللي غادي يميزك على القنوات الاخرى، يسهل على المتتبعين يلقى داك الشيء اللي تلائمهم ويبقى ديما متبعك. دابا وصلنا لاهم قسم في هذه الحلقه، كيفاش تعرف واش المجال اللي اختاريته معليش منافسه كبيره. بكل بساطه تدير شويه ديال لا ريشيرش، تشوف القنوات اللي خدامين في نفس المجال، قلب على الكلمات المفتاحيه ولا لي موكلي اللي مرتبطين بواحد نيتش معين ولا موضوع معين ولا المواضيع اللي انت بغيتي تتخصص فيها. تشوف نوع المحتوى، الاسلوب اللي تيتم تقديمه ولا تيتم استخدامه في تقديم المواضيع، تشوف ميم عدد لي زابوني اللي كاينين، الطبيعه ديال التفاعل ديالهم وكيفاش يتفاعلوا، واش كاينين قنوات كبار ولا صغار. مهم قلب على الجوانب اللي مازال ما فيهمش المنافسه وسط المواضيع اللي نتايا غادي تخصص فيها، لان كاينين بزاف ديال المواضيع ربما ملي تتشوفهم تتقول هذا الموضوع زوين غادي نتخصص فيه. ملي تتقلب وتتاناليزي تتلقاه ربما كاين واحد الجوانب اللي مغفولين، الناس ما تطرقوش ليهم ديك الساعه وانت عندك درايه به، ربما تقدر تخصص في هذا الموضوع من هذا لونغل، الشيء اللي غادي يخلي واحد النوعيه ديال الناس يتبعوك ويتبعوك غير انت، حيت انت تخصصتي في الحويجات اللي ما تخصوش فيهم الناس. ما تنساوش راه نيتش اللي فيه منافسه كبيره، واخا يكون عليه بزاف ديال المنافسه، يعني بان راه كاين جمهور كبير في هذا النيتش هذا. المهم هو تلقى اللمسه ديالك اللي تقدر تخليك تقيس هذاك الجمهور وتجيب اضافه اللي تتميزك على المنافسين. ملي تلقى النيتش ديالك سول راسك جوج ديال الاسئله: واش النيتش اللي اختاريتيه تيتوافق مع الاهداف ديالك؟ كنا هضرنا عليها في الحلقات اللي فاتت، لان تحديد الاهداف مهم بزاف قبل ما تفكر تلونسي قناه. فكر في الاهداف. الوغ هاد النيتش هذا اللي اختاريتيه واش يتوافق وعنده علاقه مع ديك الاهداف اللي حددتيهم؟ واش تيحترم احتياجات الجمهور اللي بغيتي توصل ليه؟ لان باش تقدر تقيس الجمهور خصك تحل ليه مشكل، وهذا المشكل هذا خصو يكون تعاني مع الجمهور، والجمهور ملي تعاني
في مشكل ربما تيقلب عليه في يوتيوب، وانت ملي غادي تكون ديجا طرقتي لهذيك المشاكل اللي تعاني منهم الجمهور ربما غادي تقدر تقيسو وغادي يخليك ولا ديما غادي يبدا يقلب عليك وبدا يكونسومي المواضيع اللي تتهضر عليهم. علاش؟ لان تيشوف فيهم راسو. الا قدرتي توافق بين نيتش الاهداف والجمهور فغادي تقدر تكون عندك قناه ناجحه. باختصار عرفنا علاش اختيار نيتش مهم، كيفاش تخليو القناه ديالكم مركزه على مجال معين، وكيفاش تعرفوا واش المجال اللي اختاريتوه معليش منافسه كبيره. ملي تختار نيتش عنده علاقه بداكشي اللي بغيتي وملائم مع الجمهور معين، وكون سيور راه غادي تكون عندك اون شين مزيانه تقدر تجلب مشاهدين كثار ومناسبين وتضمن الاستمراريه على المدى الطويل القناه ديالك، الشيء اللي غادي يخليك ربما تكون اكسبير في هذاك المجال اللي نتايا اختاريتي وغادي تحقق مشاهدات كثيره. بيان سور كما قلت اخي سيمو، انا كنتفكر واحد القضيه كان قالها الدحيح في واحد كونسيبت، قال بانه حنا دابا في واحد لافاز ديال الميتا محتوى، دونك الناس كيشوفوا داكشي اللي كدير وكيقدروا يتايدونتيفيو فيك انت كيفاش كديروا. دونك بحال خاصهم غير تكري واحد ليدونتيتي فيزوال ولا فوكال بالنسبه للناس. دونك انت كواحد الانسان كيقلب على واحد لانيتش، حاول تلقى ديك لانيتش وكمل فيها وحاول تانوفي فيها، حيت كما قلت اخي سيمو بحال مثلا لانيتش ديال الطياب ولا الطبخ راه كاين بزاف، ولكن شكون اللي غادي يدير لا ديفيرونس هو هذاك اللي غادي يكري واحد البيرسوناج، واحد الحاجات اللي جداد في هذاك النيتش. اكزاكتومون، هو الحاجه اللي ربما كاينين جميع المواضيع فيهم دي غاب. انت الا عمرتي هذاك الغاب في واحد الموضوع معين فكون سير بان راه غادي يجيو عندك الناس اللي ما لقاوش هذاك الشيء اللي تيقلبوا عليه، الشيء اللي غادي يخلي النجاح ديالك وغادي تستمر مده طويله في النجاح. علاش لا ان شاء الله توصل لكاع داكشي اللي باغيهم ملايين. خاص غير شوف اون فوا كتاخذ خدمه وكتحط بلون كيف ما كنقولوا بحال شي ماتش ديال الكره ثق بيا راه غادي توصل. اكزاكتومون، وصلنا لنهايه الحلقه، الوقت غير تيدوز مالوزمون. شكرا لك نورا في الاخراج، شكرا لك شيماء واش المباركه، شكرا لك انوار، شكرا لك اخويا سيم، شكرا للمستمعين تا هما لي زابوني اللي تتبعونا على انستغرام فيسبوك، شكرا لكم بزاف بزاف على لي كومونتير زوينين. نعطيوكم موعد اخر الجمعه الجايه ولكن ماشي نفس الوقيته لان وصلنا رمضان غادي يكون عندنا وقيته محدده طيل شهر رمضان مور الفطور من 9 ل 10 كل جمعه على غاديو دوزام. تلقاو مور الفطور تكون الانرجي زوينه بزاف ديال الكرياتيفيتي، وكما كنعرفوا رمضان راه الوقيته اللي كيكون عندنا الوقت بزاف مع راسنا، دونك خاصنا اللي سمعتوها فنسمعوا نجربوها الغد ليه. فوالا ورمضان كريم ودخل عليكم الصحه والرزق وتكونوا فرحانين وما تاكلوش بزاف، شوف ديروا العباده بزاف، ورمضان كما قلت يا اخي سيمو وقت ديال العباده. اكزاكتومون، نقولوا بون ويكاند تهلاو في راسكم.